السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ حلقة النهاردة بتتكلم عن 10 ألعاب حصرية للإكس بوكس لازم تجربهم. مستعدين؟ يلا بينا. اللعبة رقم واحد واللي اسمها Gears of War 2. اللعبة دي بتعتبر من أفضل ألعاب الأكشن على الإكس بوكس. بتحكي عن ماركوس فينيكس وأصحابهم في مواجهة اللوكاست، الكائنات المرعبة اللي عايزة تدمر الأرض. اللعبة مليانة قتال شديد، ونظام الحماية فيها مميز جدا، يعني تقدر تستخبى ورا الحواجز وتتخطى الأعداء. في كمان نظام تشينسا اللي بتخلي الشخصية تستخدم المنشار لقتل الأعداء بشكل مدهش. الرسومات كانت مبهرة وقت نزول اللعبة، وبيئة اللعبة كانت متنوعة من المدن المدمرة للأماكن الطبيعية، وكل مكان له تصميمه الخاص. القصة عميقة مليانة لحظات درامية وتوتر، وكمان فيها مواقف مميزة بين الشخصيات، وتقدر تلعب مع أصحابك أونلاين. والأنماط المختلفة للعبة بتخليها تجربة مش هتنساها. اللعبة رقم 2 واللي اسمها فابل 3. اللعبة دي بتاخدك في رحلة خيالية فريدة. انت بتلعب كولي العهد، وعندك مهمات صعبة عشان تحرر المملكة من الطغاة. اللعبة مليانة خيارات، يعني كل قرار بتاخده ليه تأثير على العالم من حواليك. كمان عندك حرية استخدام السحر والأسلحة، والقتال كان سلس جدا. تقدر تبني علاقات مع شخصيات في اللعبة، وفي جانب عاطفي قوي في القصة، وكل الاختيارات بتأثر على مصير المملكة. الرسومات كانت حلوة مع تفاصيل جميلة في الشخصيات والبيئات. كل شوية في حاجة جديدة تكتشفها، سواء في المهمات الرئيسية أو الجانبية. واللعبة رقم 3 واللي اسمها شادو كومبلكس. اللعبة دي تعتبر مزيج بين الأكشن والاستكشاف. بتحكي عن جيسون فليمنج اللي بيكتشف قاعدة سرية مليانة تكنولوجيا عسكرية. أسلوب اللعب 2-5D، يعني في أبعاد عمق وتقدر تستكشف الأماكن بشكل ممتع. الجيم بلاي مليان قتال وتحديات، وعندك أسلحة متنوعة تقدر تستخدمها. القصة مشوقة ومليانة غموض، وكل ما تتقدم في اللعبة تكتشف أسرار جديدة عن القاعدة. التصميم كان ممتاز، والبيئات كانت مليانة تفاصيل وأعداء مختلفين، وكل منطقة ليها أسلوب قتال خاص بيها. واللعبة رقم 4 واللي اسمها كراك داون. اللعبة دي بتخليك تلعب كظابط خاص في مدينة مفتوحة. عندك قدرات خارقة زي النط العالي والسرعة، وده بيدي اللعبة طابع فريد. بتحارب عصابات متعددة وبتجمع نقاط عشان تطور قدراتك. الجيم بلاي مليان حماس، لأنك تقدر تستخدم أسلحة متنوعة والتفاعل مع البيئة بشكل ممتع. كل منطقة في اللعبة ليها تحديات ومهمات جانبية، وتقدر تلعب مع أصحابك أونلاين وتتنافسوا كمان. الرسومات كانت جذابة، والبيئة كانت تفاعلية، وكل لما تتقدم في اللعبة تكتشف أسرار جديدة. اللعبة رقم 5 واللي اسمها نينجا جايدن 3. لو بتحب الأكشن السريع اللعبة دي هتعجبك جدا. بتحكي عن رايوت اللي عنده ماضي مظلم وبيواجه أعداء قويين. أسلوب القتال هنا متطور ومليان حركات سريعة، وكل حركة بتكون ليها تأثير. اللعبة فيها زعماء صعبين، والبيئات متنوعة جدا، من المعارك في المدن لحد المعارك في أماكن طبيعية. القصة مليانة إثارة ودراما، والرسومات كانت جميلة بتعكس شدة المعارك بشكل كويس. كل معركة بتحس فيها بالتوتر. واللعبة رقم 6 واللي اسمها Just Chaos 2. اللعبة دي بتديك حرية مطلقة في عالم مفتوح. بتحارب نظام حكم ظالم على جزيرة ضخمة، وفي مهام متنوعة تقدر تكملها. تقدر تستخدم أسلحة مختلفة وتقوم بتفجيرات رهيبة. الجيم بلاي مليان حماس، وتقدر تنقل بين البيئات المختلفة. الرسومات كانت جميلة جدا، والبيئة مليانة تفاصيل، وكل ما تتقدم في اللعبة تكتشف مناطق جديدة وبتواجه أعداء مختلفين. اللعبة كمان فيها تحديات جانبية وطرق مختلفة للعب، يعني كل مرة تلعب فيها تحس بتجربة جديدة. واللعبة رقم 7 واللي اسمها ميتال جير ريسنج ريفنجنس. اللعبة دي مختلفة تماما عن الأجزاء اللي فاتت من ميتال جير. بتحكي عن رايدن في رحلته لمواجهة أعداء قويين. الجيم بلاي هنا مليان حركات سريعة، وبتعتمد على السرعة والدقة في القتال. الرسومات كانت متطورة جدا، وكل معركة تحس فيها بالتوتر. القصة مليانة مواضيع عن التكنولوجيا والحرب، وكل شخصية في اللعبة ليها دور مهم. أسلوب القتال مميز، وتقدر تستخدم سلاحك في طرق مختلفة. اللعبة مميزة جدا من حيث التصميم والأسلوب. واللعبة رقم 8 واللي اسمها هالو 3. اللعبة دي تعتبر جزء من سلسلة هيلو. بتحكي عن مجموعة من الجنود اللي بيتعاملوا مع هجوم الكوفننت في مدينة نيو مومبا. اللعبة تتميز بأسلوب قتال تكتيكي واستخدام الأسلحة المتطورة. الرسومات كانت رائعة، وكل مكان فيه تفاصيل كتير. القصة من منظور الجنود بتدي إحساس مختلف عن الأجزاء التانية، وده بيخلي اللعبة مميزة. الجيم بلاي مليان أكشن وتحديات، وكمان فيها لحظات درامية. اللعبة رقم 9 واللي اسمها بايونيك كوماندو. اللعبة دي بتدمج بين القتال والتنقل باستخدام زراعة ميكانيكية. بتحكي عن ناثان سبنسر
اللي لازم ينقذ العالم من تهديدات خطيرة. الجيم بلاي هنا مميز جدا لأنك تقدر تستخدم الزراعة في القتال والتنقل بين البيئات. الرسومات كانت جذابة جدا، والبيئة مليانة تفاصيل، كل منطقة فيها تحديات خاصة، والقتال مع الأعداء كان ممتع جدا. اللعبة بتخليك تحس إنك جزء من القصة، ومع كل تقدم في اللعبة تكتشف أسرار جديدة. اللعبة رقم 10 واللي اسمها رايس اوف ذا توم برايدر. اللعبة دي جزء من سلسلة توم برايدر، بتحكي عن لارا كرافت في رحلتها لاكتشاف آثار قديمة. الجيم بلاي مليان تحديات ومواجهات، ومع الاستكشاف بتكتشف أسرار جديدة. الرسومات كانت مذهلة، وكل بيئة فيها تفاصيل دقيقة، وكل ما تتقدم تحس إنك بتعيش مغامرة حقيقية. اللغز والتفاعل مع البيئة كانوا من أهم مميزات اللعبة، وفيها لحظات درامية تضيف عمق للقصة. وبس كده يا جماعة، بكده تنتهي حلقة النهاردة من 10 ألعاب حصرية للإكس بوكس لازم تجربهم. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش كمان تحطوا لايك للفيديو، وقولولي لو عايزين فيديوهات من دي أكتر. شاركوني برأيكم في التعليقات، وأشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.